خلي بالك وانت بتفكر في الاداري والتجاري حسبته بتبقى غير السكني خالص. فتعال انا وانت كده نحط شوية شروط مع بعض في اي مشروع اداري وتجاري هيتبعت لك. استلام فوري، استلام 4 سنين، منطقة عايشة ولا مش عايشة، فيها ترافيك ولا ما فيهاش ترافيك. كل الحاجات دي هنتكلم فيها وهقول لك الاوبشنز هنا والاوبشنز هنا، والار او اي بيتحسب ازاي لان ليه حسبه معينه، وازاي تقيس الار او اي على المنطقه وتحدد سعر الايجار الاداري او التجاري في المنطقه بتحدده ازاي، وايه اللي اتنازل عنه استلام قصاد ايه ان انا اكسب ايه وغيره وغيره. فخلينا هنبتدي كمان بالديستنيشنز، يعني هبتدي في شرق القاهره شويه، التجمع الخامس، بما ان في كل الدايفرستي والفرايتيز اللي موجوده، وهنعمل برضو فيديو على اكتوبر وغيره والعاصمه وغيره. الاداري والتجاري اول حاجه حضرتك بتفكر فيها او اول حاجه بتركز عليها، انا ممكن ما بقاش معاك وفي حاجه مبعوتها لك او غيره. اول سؤال هتساله مين شركه الاداره؟ مين شركه الاداره؟ طب ليه بنسال بقى الموضوع ده؟ زي ما كنا بنحكي في المشاريع السكنيه ان المتحكم في صوره المشروع وتشغيله هو مش رؤى او مش اسم الديفلوبر بس او مش سابقه اعماله بس، القائمين او الاسامي القائمه جوه على الماستر بلان، مين اللي بيبني ومين اللي بيصمم ومين اللي بيعمل الرسومات الهندسيه وغيره. اهم نقطه في الاداري والتجاري حضرتك بتدور عليها وبتسال عليها هي شركه الاداره، لان شركه الاداره دي بتنقسم الى حاجتين، لنوعين العملاء اللي هيشتروا، سواء اند يوزر عميل عنده شركه فعايز يجيب مقر الشركه ليه، فهو بيدور اغلبيته على الاستلام القريب شويه، او ممكن يستنى على حسب الكاش فلو بتاعه، فده هيبقى ليه سبيكس. والعميل ده كمان بينقسم لاتنين، هل هي شركه عاديه ولا شركه انترناشونال او مالتي ناشونال، لان الشركات المالتي ناشونال هي ليها سبيكس ومواصفات معينه، ان المشروع لازم الاداري التجاري ده لازم يكون جيتد، لازم يكون صديق للبيئه، لازم يكون الفاسيلتيز موجوده في اماكن معينه عشان الرننج كوست بتاع الموظفين، وحسبه الرننج كوست اللي هو بقى ايه بيدخل فيه كمان التكييف معمول بالتشيلرز ولا تكييف بالفريون. التشيلرز اللي هو التبريد بالميه، فده بيبقى مكلف جدا في المشروع، بس الكوست على الاند يوزر اللي هيستخدمه بيكون اقل وغيره. فكل الحسابات دي بالمواصفات الدقيقه لان المبنى من بره ازاز، فالسمك الازاز بيقلل اشعه الشمس اللي داخله، فكل الحاجات دي والتفاصيل الصغيره دي بتفرق جدا مع الانفستر. طبعا انت بتعلي الرنتال فيز اللي هتجيلك بان انت بتختار كلاينت مالتي ناشونال، فبتشتري قصاده مشروع بسبيكس ومواصفات عاليه جدا وشركه اداره قويه جدا. وكمان بتفرق مع الاند يوزر نفسه او الشركه نفسها اللي بتبلان ان هي تشتري مقر اداري وتاخد معاه التجاري، او اي حد انفستر كمان عايز يشتري حاجه تجاري. شركات الاداره القويه معروفه، يعني خليني ابتدي لك بقى كده باسم عشان ما نكترش الاسامي. انت عندك كاد، وعندك سافلز دي المتوسطه اللطيفه، وعندك جي ال ال، وعندك هيل انترناشونال، وعندك شركات اداره محترمه جدا. فخليني اخد جي ال ال، دي اقوى اوبريتور وتننت ميكس. طيب ايه الفرق بقى؟ شركه الاداره لما بتيجي تتعاقد، خلي بالك بقى من المعلومه دي من فضلك، خلي بالك من المعلومه دي، لان في مشاريع بتبيع اسامي شركات اداره وهو بالمنطق كذاب، او هو بالمنطق ما ينفعش. طب خليني اخد الستيجز اللي بتمشي بيها شركه الاداره الكبيره مع ديفلوبر كبير، لان الديفلوبر الكبير هيجيب شركه اداره كبيره، والمتوسط هيجيب متوسطه، والقليل هيجيب اقل حاجه. خلي بالك من دي كمان، ما تفرحش بسعر اداري وتجاري رخيص وانت تشغيل المشروع ده هيكون ممكن مصيبه، يعني ممكن. وهنتكلم كمان في ايه تشغيل المشروع، التفاصيل كتير معلش، بس ركز معايا في كل تفصيله هنقولها. شركه الاداره لما بتدخل ممكن تاخد اداره مشروع او تننت ميكس بس، وهفهمك ايه هو التننت ميكس، او الاثنين، تمام؟ فجي ال ال بتعمل ايه؟ بتروح للديفلوبر اكس تقول له عشان اوافق دخولي بحجم اسمي معاك في المشروع، اولا لازم اوافق على الارض. بينزل فريق من جي ال ال مع الاداره الهندسيه بتاعت الديفلوبر
يوافق اساسا على لوكيشن المشروع ولا لا. افهم في اختيارك انت هتشتري الاداري والتجاري، طالما في الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي يبقى فورا روح اشتري التايب ده. خلاص، يبقى اول حاجه اللوكيشن. طيب وافقت عليه، لوكيشن حيوي على محور رئيسي، في ترافيك هيحصل في المشروع ده، تمام. الرسومات الهندسيه، كل ده الشركه ما مضتش، اول خطوه وافقت عليها لسه ما فيش اي امضاء. الرسومات الهندسيه اللي حضرتك هتجيبها لي، الديفلوبر بيعمل رسومات هندسيه للمول، لاي اوت، والمكاتب فين، والفود اند بافرج فين، والريتيل فين، والكلام ده كله. طيب هي بتاخدها بتعمل حاجه اسمها تاننت ميكس، وده في منتهى الاهميه واللي ناجح فيه قوي، حاجه قديمه قوي شغاله، هو ريفرنس قوي جدا لمول تجاري او كشركه تشتري معاها كمان حاجه اداريه او تجاريه. بوينت 90 في مول في التجمع لسكان اكتوبر اللي ما يعرفوهوش مثلا، او سكان التجمع اكيد عارفينه، مصر الجديده، اسمه بوينت 90. شركه بايونير اللي هي دلوقتي PRE. شركه بايونير دي شركه تداول اوراق ماليه كبيره جدا، ومن انجح المولز القديمه في التجمع، يمكن انجح رنتل او الانجح ده، يعني ايجارات عاليه جدا، لوكيشن حلو جدا، تاننت ميكس ممتاز، هو بوينت 90. طيب الراجل ده عامل ايه؟ الراجل ده او شركه الاداره بتقول لك ايه؟ انا هحط مثلا على سبيل الاسامي كمثال، هحط زارا في بدايه المشروع، وهحط محلات مش بحجم اسم زارا جنبه جنبه جنبه، وهحط سينما فوكس في نهايه الطرق، عشان اللي هيروح السينما لازم هيعدي على كل المحلات دي غصب عنه، لازم عشان يروح هناك فهيشوف. فما بيظلمش كمان الريتيل او الفود اند بافرج اللي موجوده ما بين التو انكرز دول، فهو بيحط انكر هنا وانكر هنا. ده مثال بسيط جدا عشان يحقق التالنت ميكس، يحقق الترافيك، الناس وهي ماشيه ورايحه وجايه في فلو معين الناس بتعدي فيه، فانا مضطر وبحدد المسار بتاع الناس اللي هتمشي فيه. فالشخص اللي هيمشي من هنا عشان يروح يشتري حاجه من زارا، هو اوتوماتيك هيعدي مثلا على رولكس، هيعدي مثلا على اي براند بتاع لبس، او اي براند بتاع ميك اب، او اي، فكل الفلو والانكرز دي اللي بيتحكم فيها شركه الاداره. اكيد ده موضوع مهم جدا، لان انت لو انفستر وعايز تشتري محل صغير ريتيل، محل بتاع اكسسوارات، محل اي مكان تشغيله ايه بعد كده، شركه الاداره اللي بتكون محدده برضو المحلات الصغيره او المساحات الصغيره او الكبيره دي تفتح ايه، فود اند بافرج، كافيه، او حاجات اكسسوارز وحاجات صغيره كده، مغربي او غيره او غيره او غيره. فانت كانفستر مهم جدا كمان تسال عن مين شركه الاداره ومين اللي عامله التالنت ماكس. طيب فبتاخد GLL الرسومات وبتدي تبتدي تعدل اماكن اللي انا قلت لك عليها دي فين، وتبتدي ترجع الرسومات للديفلوبر الى ان يدخل في حيثيات التشغيل. خلاص ابتدى الديفلوبر يبني على اللاي اوت ده، ويطلع الخرسانات او الاعمده، ويقفل المحلات بالشكل ده. خلاص تمام، عدينا الستيب الثاني. لما يوصل الموضوع ده 70-80% داخل على التسليم، هنا بنقول ان شركه الاداره ممضيه مع الديفلوبر ده GLL. هنا خلاص تمام، هو عدى الديفلوبر هو اللي بيعدي بالرولز بتاعه شركه الاداره، فضن نقدر نقول ان اللي عامله التالنت ميكس هي GLL. طب لو GLL واخده الاوبريشن ده حاجه تانية بقى خالص. كمان من الاسامي نسيت اقولها لك، هي شركه مثلا التزام اللي هي عامله الصيانه الصادق وعامله الصيانه CFC والاسامي الكبيره دي. فالتشغيل بقى او الاوبريشن ممكن شركه الاداره تاخده، وممكن شركه تانية تيجي باسم تاني، ده ما فيهوش اي عيب، عادي جدا. انا جايب GLL تالنت ميكس وجايب التزام تشغيل واداره. لو تفتكر او لو يا سلام لو كنت دخلت يعني اي مشروع، اخد مثال قوي جدا جدا وهو EDNC، المكاتب الاداريه بتاعه صادق. ليه المشروع ده اعلى ايجار للمتر اداري وتجاري؟ خلينا نقول اداري بس، ان الريفرنسز دي مهمه جدا ليك، هفهمك بعدين. ان انت لما تشتري مكتب بنقول اكسبكتنج سعر الايجار في المتر كام طبقا للمنطقه، ده الاداري. التجاري رقم 1 ووتر واي، من 2000 ل 2400 2500 ده سعر المتر لو انت عايز تأجره، وهو رقم 1 هو المحتكر الحته دي، ووتر واي في التجاري. طب ليه صادق واخده
ال 1300 او ال 1200 او ال 1400 سعر متر.